إذا صباح الخير أسماء، صباح الخير لكل مشاهدي تلفزيون الجزائري، وأيضا لضيفك الكريم. إذا هذا اليوم هو يوم آخر من بين الأيام التي تعيشها الجزائر في شهر ثورة، شهر نوفمبر، وعملية أخرى تنضاف إلى العمليات التي باشرتها وزارة السكن في توزيع السكنات عبر مختلف ربوع الوطن. اليوم سيكون الحدث هنا في الجزائر انطلاق عملية توزيع السكنات عبر مختلف ربوع الوطن، ويحضر معنا هنا في مقر وزارة السكن للحديث أكثر وللمزيد من التفاصيل سيد وزير السكن والعمران والمدينة سيد محمد طارق بالعريبي. معالي الوزير صباح الخير وشكرا لكم على كرم الضيافة. كنتم قد صرحتم فيما سبق أنه سيتم توزيع أزيد من 120 ألف وحدة سكنية عبر مختلف ربوع الوطن. هل من تفاصيل أكثر حول هذه العملية؟ بطبيعة الحال اليوم نقوم بعملية يعني نمد إشارة الانطلاق لتوزيع 120 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني. الرقم اللي كان مبرمج في شهر نوفمبر، هذا الشهر الجليل اللي عنده يعني دلالات كبيرة في تاريخنا. هذا الرقم يجي إضافة إلى كل ما وزع في سنة 2022 حتى الشهر نوفمبر، ومنهم ما وزع في 5 جويلية 120 ألف وحدة سكنية، 160 ألف وحدة سكنية. احنا الآن وصلنا إلى تقريبا 376 ألف وحدة سكنية موزعة حتى الآن. راح نعمل أكثر من نهاية السنة في الشهرين هذو اللي بقاو، نعمل أكثر لنتحصل على الأقل على 40 ألف وحدة سكنية أيضا. الهدف تاعنا طموحنا أنه نصل إلى توزيع تقريبا 410 ألاف أو 420 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني من نهاية السنة. هذه الأرقام الهائلة من السكنات، هذه هي سياسة، هذا هو برنامج السيد رئيس الجمهورية، هذه توجهات وأوامر السيد رئيس الجمهورية، أن ننتهي وأن نسرع أكثر في عملية إنجاز السكنات. هي اللي راهي في طور الإنجاز الآن، ماشيين في هذا البرنامج. دلالات سياسة السيد رئيس الجمهورية على المستوى الوطني في السكن نشوفها في قانون المالية لسنة 2023، أين تم برمجة تقريبا 225 ألف وحدة سكنية. راح نعمل كل الجهد إن شاء الله مع إطارات الوزارة على المستوى الوطني لننطلق فيها في سنة 2022. معالي الوزير، اليوم ستقومون بخرجة ميدانية على مستوى الجزائر العاصمة، سيكون فيه توزيع لعدد من السكنات بمختلف الصيغ. أكيد أن المشاهد الكريم يتطلع إلى المزيد من التفاصيل حول هذه الخرجة الميدانية، ومن خلالكم نريد أن نتعرف أكثر فأكثر عن فحوى هذه الزيارة الميدانية. برمجنا في المساء يعني مع السلطات الولائية وعلى رأسهم السيد الوالي خرج في ولاية الجزائر اللي راح نقوم فيها بتوزيع البرنامج اللي مسطر في ولاية الجزائر. راح نبدأ بالمشروع تاع 780 وحدة سكنية LSP في الدار البيضاء، بعد نزيد نتوجه إلى السويدانية تقريبا 1200 وحدة سكنية اللي راح نعاينها ونوزعها للمواطنين. نغتنم هذه الفرصة ونقول ألف مبروك يعني لكل المواطنين على المستوى الوطني اللي تحصلوا على سكناتهم، ونطمنهم انه المجهود راح يكون اكثر ان شاء الله في الاشهر القادمة باش نبقى عند حسن ظنهم. يعني برنامج موكل لولاية الجزائر. ما ننساش انه هذا البرامج اللي راح نوزعها اليوم 120 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني، قامت لجان تفتيش اللي قمنا بتأسيسها من هنا بإطارات الوزارة على المستوى الوطني باش نتاكد انه هذه السكنات لائقه، ما فيهاش يعني ديفو، ما فيهاش اشياء اللي ما ترضيش المواطنين. الحمد لله وصلنا هذا الرقم اللي هو يعني قامت هذه اللجان بتفتيشه على المستوى الوطني. معالي الوزير، كسؤال أخير، قطاع السكن يشهد ديناميكية كبيرة خلال السنتين الماضيتين، وأيضا نريد أن نشير فقط إلى أن هذه العملية أكيد أنها تأتي بالتنسيق مع سادة الولاة عبر مختلف ربوع الوطن، أليس كذلك؟ لا، هذا النجاح ما راحش، مش هو مجهود قطاع السكن وحده، هو مجهود كل القطاعات
على رأسهم قطاع وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وأنا شاكر لصديقي وزميلي وزير الداخلية اللي يعني كنا مشينا في يعني أسدى تعليمات للولاة باش اللجان السكن تعمل أكثر باش نخلي هذه السكنات في متناول المواطنين. نشكر السيد وزير الطاقة اللي كان رافقنا في هذا المشوار. يعني الشكر لكل من ساهم، من مهندسين، من إطارات، من زملاء وزراء، انهم يعني نخلي المواطن الجزائري يتحصل على السكنات نتاعو وبالرقم هذا. شكرا لكم معالي الوزير، وألف مبروك لكل من تحصل، العاقبة إن شاء الله لكل من يطمح للحصول على سكن. إذا كانت هذه تفاصيل هذا اليوم الذي سيعرف توزيع سكنات عبر مختلف ربوع الوطن بمختلف الصيغ، وتفاصيل أخرى ستكون أيضا من خلال مرافقة التلفزيون الجزائري للخرجات الميدانية ولهذه العملية. بحول الله. شكرا جزيلا لك زميل أحمد خير الدين، كنت معنا مباشرة من مقر وزارة السكن.